يا صباح السعادة والجمال على عيون أحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. أنا يا بنات غلطت غلطة عمري ومستحيل أكررها تاني، لكن أصدقائي أنقذوني في آخر لحظة، وانتوا لازم كمان تتعلموا مني أنا غلطت في ايه في الفيديو ده، وبعد كده ما تكرروش نفس الغلط. لو أول مرة بقى بتشوفوني أنا رنا، ودي قناتي منوعات رنا رضا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتسيبوا لي رأيكم في كومنت حلو كده زيكم، وتقولوا لي بتتابعوني من أي بلد. وطبعا ما ننساش نصلي على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. ويلا نشوف ايه الورطة اللي انا دبست نفسي فيها النهاردة. ده يا بنات زي ما انتوا شايفين كده معروفة، ده النيش بتاعي. النيش انا كنت طبعا انا لفيت الشقة بالنيش بتاعي. انا اتجوزت والنيش كان محطوط في الصالة، فضل حوالي سنتين تلاتة. بعد كده نقلته من الصالة للانتريه، فضل حوالي يعني لا هو كان في الصالة حوالي 4 سنين، وانا بقالي 13 سنة متجوزة، يعني كده نقلته في الانتريه بقاله حوالي 9 سنين. طب اسكت؟ لا ما اسكتش، هو لازم كده يتجول في الشقة كلها. فطلعت في دماغي كده ان انا انقله في اوضه الولاد، لكن طبعا القرار ده ما جاش من فراغ. انا قررت القرار ده لان بصراحه النيش كان زاحم الانتريه جدا، والكراسي كانت داخله كلها ببعضها، وكان المنظر بشع بصراحه. بالرغم ان برضه هيزحم اوضه الولاد جامد، لكن هي اي نعم مسحومه، لكنها نوعا ما الوضع مقبول شويه. واحنا وكده كده اوضه الولاد اللي محدش يعني بيدخلها غير ساعه النوم، فمش مشكله. لكن الانتريه الضيوف بيجوا، وبصراحه كان شكله مبالغ يعني. فانا قررت بقى ان انا انقل الانتريه من قصدي النيش من الانتريه لاوضه الولاد. فربنا يستر بقى المره الجايه، ما اعرفش هنقله فين، احتمال ارميه بره الشقه. فالمهم بدات ان انا انزل كل الاكواب اللي انتوا شايفينها، ما شاء الله نيش كبير ومليان. فانا بدات انزل كل حاجه موجوده فيه. الغلطه بقى اللي انا غلطتها ان انا المفروض كل رف كنت نزلته في حاجه، جبت بستلات كده كبيره وصواني كبيره، وبدات ان انا انزل كل رف. المفروض بقى ان انا كل صينيه من دي او كل بستله من دي انقل كل رف في ايه في الحاجات دي، بحيث ان انا لما اجي ارص تاني يكون الامر سهل. وما كنتش ناويه بصراحه ان انا اغسله لان الكميات كبيره. وغلطتي بقى ان انا في كل مثلا بستله كبيره كوبايات على كاسات على اطباق، فالدنيا كانت زحمه، والشقه اصلا كده كده صغيره. كانت حاجات في الانتريه، وفي حاجات في اوضه الولاد، وحاجات في المطبخ. ما بقتش بصراحه عارفه ان انا اتحرك. لكن ام زياد حبيبه قلبي ربنا يسعدها ويبارك في ولادها يا رب، قالت لي انت بعد ما نزلت الحاجات من النيش هتدخلها تاني من غير غسيل؟ قلت لها اغسل ايه؟ ده حاجات كتيره ومستحيل هعرف اغسل. قالت لي لا انا هجيلك وهساعدك وهنغسل الحاجات سوا. هي بقت تدعك لي كده بستله جبت فيها ميه كتير وشويه صابون مش كتير قوي، عشان مش عايزه الاطباق والكوبايات يكون تشيل صابون كتير واحتاج لاكتر من حاجه اشطف فيها. فبقت هي بتغسل لي كده بالليفه كده وشويه صابون، وانا في الميه كده بدات ان انا يعني انزل الصابون اللي موجود عليها واكفيهم كده واصفي. فطبعا برضو كل حاجه كانت داخله ببعضها. المفروض ان انا كنت انظم مثلا وانا بنزل من النيش، كنت احط كده بستلات جنب مني، مثلا واحده فيها الكاسات الطويله، مثلا واحده فيها اكواب الشاي، واحده فيها الميه، مثلا بستله فيها الفناجين، بستله مثلا فيها الاطباق. لا طبعا الدنيا كانت هايصه عندي، فعشان كده بقيت متخبله جدا. وفعلا كان في اهدار كتير. انا عايزه اقول لكم ان اتكسر مني اكتر من حاجه، وبالذات في كوبايه كده انا زعلانه عليها جدا، كنت بحب الطقم ده قوي. فالمهم ان هو اتكسر منه، اتكسر كوبايه وكاس ومج وطبق كبير. بس الحمد لله مش مشكله، فده ضفر من ضفر العيال في داهية اي حاجه. فالمهم انتوا بقى لو انتوا بتنقلوا النيش كله مثلا في الشقه، لا كل الكاسات يا بنات خلوها ببستله، الكوبايات في بستله، كوبايات الميه ببستله، المجات مثلا او مثلا الفناجين او كده في حاجه لوحدها، بحيث لما تيجوا ان انتوا ترصوا تاني الامر يكون سهل ومش كل حاجه تكون متخبله. شوفوا بقى اهو دي العينه باينه اهو، زي ما بيقولوا تلاقي كوبايه والطبق وكل حاجه كله كان بنفس النظام ده. فدي كانت غلطتي الكبيرة يا بنات. اما بقى لو انتوا بتعزلوا من شقة خالص، مثلا هتنقلوا الحاجات دي من مكان لمكان، لا يبقى في كراتين كبيرة وفي ورق كده نغلف كل حاجة ونرصها، وبرده زي ما قلت الكوبايات في مكان في كرتونة او الكاسات في كرتونة وهكذا. لكن لو بتنقلوا في نفس الشقة، يبقى زي انا ما قلت لكم كده يا بنات، البستلات كل حاجة تكون فيها. فانا زي ما قلت لكم ما كنتش ناويه على الغسيل، لان انا اغسل بصراحه ام زياد جت وساعدتني، وبدات ان احنا نغسله. على فكره ما اخدش وقت خالص، تقريبا هي ساعه بالظبط وكانت كل حاجه جاهزه، لان هو كده كده الحاجات بتكون نظيفه، هي بس بيكون شويه اتربه وخلاص من الركنه. في حاجه كمان يا بنات عايزه انصحها لكل عروسه بتجهز. بلاش اولا تكتري من الكاسات اللي هي
لها تحت قاع يعني رجل كبير او قاع كبير. الكاس اللي هي الطويل ده يا بنات اللي هو بيكون ليه قاع كده كبير. اولا هي يعني مش عمليه خالص. الكوبايه اللي انكسرت يا بنات دي اللي هي فيها خط اصفر من فوق، ايوه اللي هي دي كوبايه منهم اللي اتكسرت، زعلانه عليها جدا، كنت بحب الطقم قوي. فيا بنات ما تكتروش، احنا بنجيب المشكله العروسه بتجيب كاسات من دي كتيره والله ما ليها اي لازمه. بص الكاسات دي اللي انا قصدي عليها اللي ليها حاجه رجل كبيره او مش عارفه هو اسمه ايه بصراحه، مش عمليه بالمره. عايزه اقول لك ما فيش مره انا طلعت طقم من الكاسات دي الا ولازم يقع يتكسر، وانت شايله الصينيه بالذات والاكواب فاضيه، فبيكون طويل وخفيف، فبتلاقيه وقع يتكسر منك. فدي ممكن تجيبي طقمين او 3 بس في النيش، لان ضروري اي عروسه يا بنات لازم بتجيب الكاسات الطويله دي اللي انا برصها دي، طقمين او 3 بس. والحاجة التانية كمان يا بنات الكوبايات الكبيرة، لو كنتوا لاحظتوا اللي انا لسه رصاها حالا قبل الكاسات دي، ايوه اللي هي ورا دي، الكوبايات الكبيرة دي، او مثلا الطقم اللي انا برصه. طب بالله عليك انت هتعملي عصير قد ايه عشان تعملي في الكوباية؟ عايزة اقولك ان الكوبايتين من دول يا بنات عايز شفشق عصير. طب انت ما اعتقد لما يجيلك ضيوف مش هتملي بقى، ده انت عايزالك بقى جيركن عصير علشان يكفي. فالكوبايات برضو الكبيرة يا بنات ما تجيبوهاش اساسا، مش هقولك ما تكتريش طقم ولا 2، لا ما تجيبوش كوبايات كبيره خالص، هاتوا الكوبايات اللي حجمها متوسط. مثلا الكوبايات اللي انا برضو برصها دي حتى لو تلاحظوا انا بحطها اخر حاجه في النيش في الصف اللي ورا خالص، لاني مش هستخدمها اساسا. ما اعتقدش ان انا هشرب فيها في بيتي حتى لو انا وولادي او مثلا جالي ضيوف. كل الكوبايات اللي ورا دي حجمها كبير ومش بستعملها نهائي. ما هجيب عصير منين اللي ده كله؟ ما ينفعش. فما تجيبوش اكواب يعني برضو الكوبايات اللي هي ملونه دي. طب بالله عليك مين اللي هيصب فيها؟ الكاسات ميزتها حاجة ان هي حجمها صغير مش بتاخد عصير كتير عملية في النقطة دي، لكن بصراحة اللي مش حلو فيها خالص ان عايزة تبقى بحرص وتبقي شايلة الصينية بصي ماشية خطوة بخطوة تاتا تاتا، لاني لو ما اخدتيش بالك في لمحة واحدة بتلاقي الكاس وقع ازاي ما تعرفيش في ثانية. برضو اطقم الشربات انا عندي 3 اطقم برضو، بصوا كوباياتها كبيره برضو مش بستعملها قد كده لان برضو الكوبايات كبيره والشفشق نفسه كبير. فاختاروا الحاجات يا بنات اللي حجمها متوسط، خير الامور الوسط. ده الطقم اللي انكسر منه كوبايه، انكسر كوبايه من اللي هي الصغيرين دي. برضو الكوبايات دي يا بنات كبيره خالص، يعني سواء كوباية شاي او عصير. فالشاي اهو ممكن هنقوله ماشي، الكوباية حتى كوباية الشاي لو كبيرة شوية مش هتزعل بحاجة، لكن الكوبايات الكبيرة ديت بتاعة العصير بصراحة صعب. وفي كمان كاسات لها قاع صغير كده بتكون جميلة جدا. بدأت هنا في المرحلة دي يا بنات، شايفين الكاسات الصغيرة اللي انا برصها دي عملية جدا، اولا مش عالية ومش هتقع وحجمها كمان مناسب، مش بتاخد عصير كتير. انا رصه مجات، في ناس ممكن تقولي في الكومنتات ان النيش مش بترص فيه مجات، انا عارفه والله ان النيش مش بترص فيه مجات، بس بصراحه شكلهم قمر وحلو كده فانا محتفظه بيهم في النيش. وطبعا كلنا الستات المصريات عارفين ان النيش ده مستحيل حد يقرب له، فالحاجه اللي انا بكون خايفه عليها او انا يعني كده بدخلها في النيش على طول، يعني ممنوع الاقتراب زي ما بيقول. ده برضو يا بنات طقم كده 6 مية ومعاهم 6 شاي. القطن دي بتبقى جميلة جدا على فكرة وعملية. الطقم ده برضو كوبايته مش كبير قوي، يعني نوعا ما كويس، هو والطقم اللي لسه رصاه حالا حجمهم مش كبير قوي، هما برضو بس يعني في المعقول. ما هو ما اعتقدش بقى ان هنجيب كله صغير، لازم اكيد. ده بقى ملك النيش يا بناتي، يا سلام، مستحيل عروسه كانت تدخل من غير اللي كانت تدخل من غير ملك النيش ده كانت بتطلق على طول. انا طبعا بهزر بس كان اساسي. معرفش دلوقتي العرايس يا بنات بيدخلوا بيه ولا لا، بس انا متجوزه من 13 سنه، دفعتي اللي هي انقرضت حاليا لازم تدخل بملك النيش اللي هو الاصفر الكبير ده. انتوا عندكم بناتكم بتسموه ايه؟ ويا ترى فعلا بتجيبوه كده ولا لا ما بيجيبوش؟ المهم انا رصيت الكوبايات كده اللي فوق، ولقيت نفسي خلاص مش قادره، اتصلت بام زياد وام سيف قلت لهم الحقوني الحقوني خلاص انا ضعت. كانت بقى خلاص الشقه مسحومه ومش عارفه اتحرك، وكان عندي مشوار ضروري العصر لازم اروحه، فاتصلت بيهم قلت لهم انجدوني. فالرص ده يا بنات على فكره تحت ايد او تقديم ام سيف حبيبتي، يا ربنا يخليها ويبارك في ولادها يا رب، هي اللي رصت النيش. وطبعا ام زياد ساعدتها شويه في الاخر، لان انا وام زياد كنا في الصاله بره بنرص بقى الكوبايات مع بعضها والاطباق مع بعضها وكل الكلام ده كله. فاللي رص النيش ده ام سيف، تحياتي ليكي يا ام سيف وتسلم ايدك. انا قلت لها ده انت رصاه احلى من رصه الفرح، فبجد تحفه وقرار مش هعمله تاني. النيش ده انتوا شايفينه احنا في 2000 وكام،
في 2024 تقريبا، 2024. خلاص بقى، هو كان اخر رصة ليه 2024، ما عادش رصاه تاني. مين؟ انا مش مجنونه ان انا اعمل العمله دي تاني بصراحه، مش كل شويه بقى هجيب ام زياد وام سيف يرصوا لي النيش. لكن هم حبايبي بصراحه ما بيتاخروش عني في اي حاجه. كده خلاص كان النيش اترص، وغلطه وندمان عليها وما عادش هكررها تاني. كفايه الخسائر اللي انا خسرتها المره دي، لكن انا كنت مضطره بصراحه علشان اني عايزه انقل النيش من مكانه وخلاص. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون دم خفيف كده على قلبكم. انا عارفه ان دم يلطش، بس يلا استحملوني. ملك النيش احنا جبناه هنا على جنب، هنا هم قالوا لا ملك النيش خليه على جنب. وكمان الصينيه اللي مرصوص عليها اطباق دي القاع بتاعها اتكسر برضو، ليها كرسي كبير كده من تحت اتكسر هو كمان. يلا مش مشكله، هبلزقه بقى بعدين. كده الفيديو بتاعي انتهى. اتمنى السعاده والتوفيق والخير للجميع. هسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.